السلام عليكم. مرحبا بجمهور النادي الافريقي. النادي الافريقي البارح يفوز على شبيبة العمران 3-0. الاهداف كل من اسامه بوقرة وفراس شواد وغاث الزعلوني من علامة الجزاء. النادي الافريقي الشوط الاول كان شوط يعني شبيبة العمران كان مسكر كل النوافذ على النادي الافريقي، ولكن النادي الافريقي خلق بعض الفرص في الشوط الاول ولكن ما سجلش. الشوط الأول ما كانش شوط جيد برشا. الشوط الثاني النادي الإفريقي دخل بقوة. أول تغيير كان أسامة بوقرة مكان كينزومبي. النادي الإفريقي دخل في دقيقة 52 كاكا سجل الهدف الأول. هدف كان ممتاز، خاصة من كيش بدات من آية مالك إلى الخضراوي من لقطة فنية الزالوني والزالوني لبوقرة وبوقرة في الشبكة. به بونتو حل الشبكة، جمود استفاق ولا يعيط الفيراج. هذه حاجة باهية وفرحنا كي حلنا الشبكة من الأول، خاطر الشوط الأول كنا الحقيقة فما ما كانتش حلول كبيرة، ما كانتش حلول من في الهجوم. هذاك علاش كي حلنا الشبكة من الأول على الأقل تنفسنا وكي يجي البونتو الأول. من بعد أكيد شبكة العمران باش تحل يعني يا أخي، وكان مسكر كل شيء. كيف يقبل البونتو الأول صاي ما عادش باش يلعب لك الدفاع، وما حتى هجوم ما عادش باش يعمل لك حتى شيء، يعني مركب بونتو الأول صاي وفين ماتش. من بعد تحل شبكة العمران أكيد وجي بونتو الثاني. كيف كان بونتو ممتاز، فكوا الخضراوي. الخضراوي فك الكورة، قدم بها عطاه لأيت ملك الشوات وشوات في الشبكة. بيني 2 بلاش في 58 دقيقة اللعب، نتيجة ممتازة جدا. من بعد جي ضربة جزاء يجيبها غاية الزعلوني ينفذها هو ويسجل الهدف الثالث. تصبح 3-0 لنادي الإفريقي. بالنسبة للاعبين باش نحكي لكم عليهم، مهيب الشامخ كحارس مرمى. مهيب الشامخ ما نجمش نلومو، يعني ما وصلوش كور يعني. ولكن باش نقول نقطة على مهيب الشامخ، يلزمو راهو ما عادش يلعب كالتفلسيف الزايد كي تحب ترخوت بالمهاجمين. نحاه يا مهيب الشامخ، انت حارس ممتاز، حارس عندك ما تقول في روحك، مستقبل كبير، ولكن الاقلات هذوكم ما يلزموش تصير. ظاهر ايمن غيث الزعلوني، غيث الزعلوني قدم ماتش كبير يعطيه الصح، ولكن راهو عمل جبهة العمرة مع كل احتراماتي لجبهة العمرة. غيث الزعلوني راهو عملت ماتش باهي، ماتش ممتاز. يلزمك ماتشات البقية يلزمك تكمل من نفس المستوى. شريفي وبن عبده ما نجمش نلوم عليهم يعني اكيد. بن علي، بن علي حسام بن علي لولا الاصابات لو كان ممكن افضل ظهير ايسر في البطولة التونسية، ونعرف ايش نحكي لولا الاصابات. الله غالب الاصابات اثرت على اللاعب، ولكن حسام بن علي وين يكون جاهز وتحل الاصابات راهم افضل ظهير في فيش كلام. افضل ظهير في النادي الافريقي، افضل ظهير في البطولة. في وسط الميدان كان الزمزمي كالعادة. معتز الزمزمي الأمانة كان عمل ماتش متوسط أو أقل من متوسط. تفكت له برشا كور، يعني تفكت لك برشا كور مش بيت العمران أجيش يعني لاعب الحقيقة، يعني مستوى هكاك، مستوى كان سيء. سيدوغان كان ممتاز. سيدوغان قندك يلعب أساسي، راهو يقدم لك إضافة شفناه يعني. برا سيدو خان راهو شوي شوي كي تلاقوا اساسي راهو يزيد يتحسن اكثر من لاعب يا سيدو خان يزيد يتحسن برشا. باهي ما عملش ماتش كبير ياسر ولكن كان ممتاز. برهن اللي هو ممتاز في وسط الميدان، عنده ما يقول في روحه. سيدو خان لازم يكمل كأساسي. بالنسبة أيت مالك شوط الأول كان شوط كارثي، شوط سيء وكارثي جملة. لا كرة صحيحة، لا مخالفة نفذت صحيحة، لا حتى شيء باسيت، لا ما عملت شيء. أيت مالك في الشوط الأول. في الشوط الثاني كان ممتاز وكان حاسم. في الهجوم الخضراوي عمل ماتش باهي. الخضراوي عمل ماتش محترم، يعطيه الصحة، إن شاء الله يكمل هكا. في الماتشات القادمة إن شاء الله يسجل، وإن شاء الله قش تسجل يا خضراوي وتصنع باهي. انت عملت ماتش باهي امام العمران، ان شاء الله تكمل الاداء هذا في الماتشات القادم. بالنسبة لكين زومبي، كين زومبي عمل شوط اول
وبعد خرج مدرب فوزي بن زرتي. ينزل بيه ملاعب، راهو هو ملاعب صحيح، ما عملش ماتش باهي في الشوط الاول، ولكن يبقى ديما ملاعب عادي، ما كانش في فورمة، حاجة عادية برشا لأي لاعب. في راس الشوط سجل هدف، وكان سجل هدف، يعني حاجة باين شوات سجل هدف، يعني من بعد ماتش بنزرت وضيع البلانتي. وماتش صفاقس ما سجلش، ولكن باهي اليوم كي سجل عمران بده يرجع حل الشبكة من جديد، شوات بحاجة باهية. بالنسبة للاحتياطيين، كانوا احتياطيين بوقر دخل قدم الإضافة. ألان كانتي أول ماتش ليه اللاعب البوركيني، أول ماتش ليه بالطبيعة ما عندوش، منقدرش نحكم عليه، ولكن عنده لمسات فنية ممتازة. إن شاء الله يتطور مع النادي الأفريقي، إن شاء الله يتحسن. أسامة الشريمي التغييرات كلها في اللي غير فوزي بنزرتي كانت ناجحة، بوقرة كانت ناجح. شريمي ألان كونتي عطاو إضافة في وسط الميدان، ألان كانتي عطاو إضافة في وسط الميدان، بوقرة عطا إضافة في الهجوم. قديد زاد كي دخل في اللحظات دقيقة 86 و 85، ما كان شوات. حاجة باهية شوات، فوز بنزرتي لازم يرتعو، لازم عاد شنو يكملوا 90 دقيقة، 90 دقيقة راهو اللاعب زاد راهو ياسر عليه، راهو كل ماتش 90 دقيقة راهو مش شوية، راهو برشا 90 دقيقة كي يلعب كل ماتش، لازم يرتاح. وسادة قديدة أنا حبيت يدخل سادة قديدة منه، يلعب أكثر، ياخذ وقت أكثر منك ترتاح شوات. حاب يدخل مركزة الثانية، يعني يفهم ماتش يدخل دقيقة 75 يعمل ربع ساعة ويرتاح شوات. ولكن ميسالش يعني. دخل قديدة كان شوات. دخل السرارفي مكان القذراوي، بيه شوات تاكل شوات. فوز بزرتي كي رتح الملاعبية متاعو، اني باش يشوف الملاعبية يعطيهم اكثر وقت، كيما الان كونتي خاصة من ماتش تهنى فوز بزرتي على المباراة، دخلوا انه عطاه كيكا 4 دراج ربع ساعة باهي برشا. الشريمي دخل زاد الشريمي، من الماتشوات الفارطة 3 ولا 4 ماتشوات الأخرانيين كان أداء متاعو متوسط. باهي كي يلعبوا احتياطي فوز بنزرتي فاق على روحو، كي دخل طالع إضافي في وسط الميدان. باهي شفت الوسط الميدان كي يبدا سايدو خان الان كانتي، مع مشرين شفت محلاه وسط الميدان، تعرف كي تنحي الزمزمي يكون وسط ميدان رائع جدا، يكون وسط ميدان ممتاز بالثلاثي هذا، مع صدق محمود يرجع من إصابة. الحارزي زاد، ايت مالك زاد، يعني الزمزمي الأمانة ما عندوش بلاصة أساسية، يكون احتياطي ماهي احتياطي نقبلو احتياطي، ولكن الأساسي ما عندوش بلاصة في النادي الأفريقي. عندك سيدو خان، عندك كانتي، عندك الشنيوي، يعني الزمزمي أساسي. المهم يعني الجمعية ماشية في الصدارة، أمورنا مريقلة، 45 نقطة. مازالهم 3 ماتشات للترجي منقوصة، أمام مستقبل السليمية والملعب التونسي والنجم المتلوي، عنده 3 ماتشات ناقصة، يعني بدا خاطر يعني كل ماتشات تاع دوري أبطال إفريقيا تأجلولو، عنده ماتشات ناقصة 3 هذا. باهي الماتش القادم النادي الإفريقي أمام شباب أمام النجم المتلوي في ملعب رادس. لازم زاد 3 نقاط، يعني في رادس لازم ما تسوهم يجرا، في رادس لازمك تربح، ماتش متلوي لازم تربح. عندك العمران المتلوي، رحت العمران في رادس قبل متلوي ما فيش كلام، ماتشات هذم في رادس ما فيش كلام. من بعد عندنا بنقردين في بنقردين، وبعد جيبس. نحكي على ال4 ماتشات هذم، ال4 ماتشات الأمان سهلين، ولكن لازم من النادي الإفريقي يربح، لازم يستغل. عندك 3 ماتشات متبقية، بتلوي بنقردين وجيبس 9 نقاط، ما فماش كلام. من بعد على المستير ذيك المستير نخليوه على جنب ساعة، نتلاهو بالماتشات ال3 هذا، لازم نلمو فيهم 9 نقاط، مفيش كلام. عندك زوز في رادس وواحد خارج رادس، 9 نقاط ما فماش كلام. نادي صفاقس يربح اتحاد بنقردين في بنقردين، هذا نادي صفاقس يربح بنقردين في بنقردين زادا.
معناتها احنا نجمو ونربحو بالقردين، حاجة عادية برشا. الاتحاد المنستيري ضرب ترجي جرجيس اللي قاعد يتأخر، يعني ترجي جرجيس ماتش وين احنا وقتها معناتها 0-0، كبش فينا محبش يسيبنا، من بعد ولا خسر الماتش اللي بعده ضد نسيت شكون. المهم خسر الماتش ضد قابس في جريس، وبعدها خسر ماتش مستير صحيح. معناتها احنا كيك حلمنا كيك، وانا تو 47 نقطة زايدة، يعني ترى كي تكبش فينا ممكن تكبش فينا، لازم تكبش في فرق المنافسة، مش تكبش كيف فينا احنا بيسري امورهم. الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري ولا عنده 36 نقطة. نادي الصفاقسي، نادي الصفاقسي 37 نقطة ولا 38 نقطة، حاسيلك 38 نقطة على 38 نقطة. نادي الصفاقسي عنده ترجي 40 نقطة، يعني كيما قلنا ناخدو ماتشواته. ولكن نشوف الترتيب حاليا. ملعب تونسي 41 نقطة، ولكن الأولمبي البيجي قدم احتراز على مشاركة 5 لاعبين أجانب في وسط الماتش. ممكن يتنحالوا 3 بوان ويكون 38 نقطة. نادي الإفريقي 45 نقطة إن شاء الله. خاصة إن النادي الإفريقي يبدأ بعيد عن المنافسية كيكا، 6 نقاط 5 نقاط 4 نقاط كيما كيكا، صحيح ما مش بعد برشا، ولكن كي تبعد عليهم تسمى حاجة باهية. كي تبعد على الفرق المنافسة يعني باهي برشا. الافريقي، النادي الافريقي في الطريق الصحيح، ان شاء الله نكملوا هكا. الماتش الجاي في شهر رمضان ان شاء الله نربحوه. وديما النادي الافريقي تعيش، النادي الافريقي تحيا النادي الافريقي. ونتقابلوا في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وختاما نقول لكم السلام عليكم.